الكرد في غالبيتهم مسلمون ومحكومون من المسلمين أو محكومين من المسلمين في سوريا، تركيا، العراق، إيران. فهل هناك نص شرعي سواء في القرآن أو في الحديث النبوي الشريف يمنع على الكرد المطالبة بدولة يكون فيها سيد نفسه، علما أن الأنظمة الغاصبة لكردستان لا تطبق الشريعة الإسلامية؟ جزاك الله خير. يعني أنت في آخر سؤالك أو في الطرف الأخير أو الشق الأخير من سؤالك أجبت على نقطة في بدايتها، أن الذين يظلمون أو يحتلون أو يعتدون على الكرد هم المسلمون أو دول إسلامية. ومصطلح دول إسلامية هو مصطلح سياسيا غير صحيح يعني وغير دقيق، ولأن هذه الدول لا تحكم بالإسلام، هم يحكم شعوبها تعتنق الغالبية، تعتنق الديانة الإسلامية، لكن هذه الدول كلها ليست دول إسلامية لا بالمصطلح الشرعي ولا بالمصطلح السياسي. فعلى سبيل المثال كردستاننا اليوم مقسمة بين 4 أجزاء، هي تركيا والعراق وسوريا وإيران. هذه الأنظمة ال4 باستثناء إيران إذا أجاز التعبير على اعتبار أنه عندهم فكرة دينية، لكن ال3 الأخرى لا يدعون أنهم دول إسلامية، ولا قانونهم يعتبر أن دولهم دول إسلامية، ولا الشرعية الدولية يعني تعترف بهذا الشيء، فهي دول علمانية، هم من خلفيات إسلامية أو ينتسبون إلى شعب غالبيته مسلم، هذا صحيح لا ينكر، لكن الدولة بنظامها بسيستمها بقيامها هي ليست دول إسلامية، ولا الفكر الإسلامي السياسي يقبل هذا الأمر. هذه أول نقطة. النقطة الثانية أخي علي، لا يوجد، جوابا سريعا على سؤالك، لا يوجد نص قرآني ولا نص نبوي من النبي عليه الصلاة والسلام يمنع الكرد من أن يتمتعوا بحقوقهم التي امتنها الله عليهم، هذا لا يوجد. وأكثر من ذلك، ليس القضية إلها علاقة بالكرد، لا كردي ولا غير كردي، لا يوجد عندنا نص يمنع على غير العرب أن يكون لهم دولة، وأن يكون لهم كيان، وأن يكون لهم سيستم يعيشون تحت ظل هذا القانون أو تحت ظل هذا الدولة. لا يوجد هكذا شيء. ونظرة سريعة على مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، ستجد على يمين النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر العربيان القرشيان، ستجد بجانبه عليه الصلاة والسلام على الجانب الأيسر ستجد بلال الحبشي، وستجد سلمان الفارسي، وستجد صهيب الرومي، وستجد جافان الكردي. بعد 1400 سنة من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لا زال الإسلام والمسلمون يعرفون أن بلالا حبشيا، وأن صهيب رومي، وأن سلمان فارسي، وأن جافان كردي، والنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم بانتسابهم إلى قومياتهم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط عليهم أن يتخلوا عن قومياتهم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه ولا قول لا صحيح ولا ضعيف ولا نصف قول أنه قال لبلال: يا بلال إن إسلامك ناقص إلا بعد أن تتخلى عن حبشيتك. لا يوجد نص عن النبي عليه الصلاة والسلام: يا صهيب إن إسلامك ناقص فيه خلل، أنت لست كامل الإيمان حتى تتخلى عن روميتك. فلا يوجد هكذا نصوص، بل على العكس، النبي عليه الصلاة والسلام والمجتمع المسلم احترم خصوصياتهم واحترم انتسابهم إلى قومياتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا افتخر بقوميته، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكرر ويعبر دائما عن حبه لوطنه،
فحب الوطن والانتساب إلى القومية ليس شيئا يقف الإسلام ضده. النبي عليه الصلاة والسلام معروف عنه مقولته الشهيرة التي قالها وهو يخرج من مكة: يعلم الله أنك أحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك لما خرجت. هذا تعبير عن النبي عليه الصلاة والسلام عن حبه لبلده، عن حبه لموطنه، عن حبه لمكان ولادته وصباه وشبابه. النبي عليه الصلاة والسلام يوم انتقل من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخلى عن حبه عن وطنه. ويوم خرج من مسجده ذات يوم كما في الحديث الصحيح، وجد صحابيا يغني على مكة، ويغني على أشواقه وعلى حبه لمكة، ويغني عن حنينه لمكة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهذا الصحابي، واسمه أصيل الغفاري، النبي عليه الصلاة والسلام يمر بجانبه يقول له: يا أصيل، دع القلوب تقر، أي أن حبنا لمكة وشوقنا لمكة وحنيننا إلى مكة في ازدياد، فلا تغني هذه الأغنيات فتقلب علينا المواجع. فهذا دليل واضح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب بلده، وكان يحب وطنه، وكان يفتخر بانتسابه إلى بلده. أكثر من ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتخر بانتسابه إلى بني هاشم وإلى القرشيين، كما هو وارد في الحديث الصحيح في غزوة حنين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وعبد المطلب مات على الشرك، وعبد المطلب مات على الكفر. لو كان الانتساب للعائلة، الانتساب للقوم، الانتساب للعشيرة، الانتساب للقومية لو كان ممنوعا، لو كان حراما، لو كان جريمة، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتخر بانتسابه إلى جده المشرك الكافر الغير مسلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقرر هذه الأمور الإنسانية باعتبارها سنن الله في الكون. هكذا خلقنا الله. أنا كردي ليس بإرادتي، والآخر عربي ليس بإرادته، والثالث تركي ليس بإرادته، إنما هي هبة وهدية من الله عز وجل. الله هو الذي اختار أن أكون كرديا، الله عز وجل هو الذي اختارك أن تكون كرديا، واختار فلان أن يكون عربيا. حاشا لله، الله عز وجل لم يستشر عباده. لو أن الله عز وجل يستشير عباده يقول لي: يا مرشد، سوف أخلقك في الدنيا، ماذا تريد أن تكون؟ من أي قومية تريد أن تكون؟ لربما لا أختار الكرد، لربما أختار أنظر في الدنيا أجد أي قومية عندها دولة، عندها باسبورت وجواز سفر قوي، وعندها إمكانيات مادية خلاقة ومبهرة، لربما أختار يا رسول الله، يا ربي اجعلني من ذلك القوم. لكن حاشا لله، الله عز وجل لم يستشر عباده، وبالتالي هو خلقني كرديا لأنه هذا إرادة الله عز وجل. واختلاف الناس في قومياتهم في ألسنتهم هي آية وسنة ومعجزة من معجزات الله عز وجل، وإرادة من إرادة الله عز وجل. والقرآن ثبت هذا الأمر. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يا أيها الناس، أيها الناس، مسلم، غير مسلم، إيزيدي، زردشتي، مسيحي، يهودي، ملحد، بلا دين، يؤمن بإله، لا يؤمن بإله، هو داخل بين الناس. الناس معروفة في لغة العرب أنها أل الجنس. فيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، من آدم وحواء. فأنا وأنت والآخر مهما بعدت بيننا المسافات، ومهما اختلفت قومياتنا، ومهما اختلفت لغاتنا، ومهما اختلفت ألواننا، فهو أخ لي في النهاية، ابن آدم وحواء. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، من آدم وحواء، وجعلناكم شعوبا، قوميات مختلفة، كردي، عربي، فارسي، تركي، ألماني، نرويجي، اسكندنافي، وقبائل ضمن القومية الواحدة
الله عز وجل جعلنا متعددي القبائل والعشائر. لماذا خلقت هذا التنوع يا الله؟ لكي تقتلوا بعضكم، لكي تنهبوا بعضكم، لكي تدوسوا على رقاب بعضكم، لكي تنهوا بعضكم، لكي تحرموا بعضكم. هذا كله غير صحيح. بل الله عز وجل قال لتعارفوا. التعارف عملية إنسانية بشرية، حتى أعرفك بنفسي وحتى أنت تعرفني بنفسك. المفترض أن أظهر أفضل ما لدي من أخلاقيات حتى تحبني. فلا يوجد أخ علي، جوابا على سؤالك، لا يوجد لا نص قرآني ولا نص نبوي، لا عن الله عز وجل ولا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف، أن النبي عليه الصلاة والسلام أو الإسلام يمنع عن الكرد أن يكون لهم كيان، وأن على الكرد أن يكونوا دائما تحت حكم الآخرين. لا يوجد هكذا نص. الكردي له كامل الحقوق الإنسانية والدينية، سعره بسعر أخيه العربي وأخيه التركي وأخيه الفارسي، وعدد ما تريد ما تشاء من القوميات والأجناس.